السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي. رجعت لكم مرة تانية، والنهاردة هنتكلم في درس جديد من دروس الوحدة الأولى. الدرس ده وهو الدرس الرابع. يبقى الدرس الرابع ده بيتكلم على إيه؟ يبقى بيتكلم معايا عن الحياة الاجتماعية في بلدنا، فين وفين أو بين فين وفين. قال لي بين الماضي والحاضر. بين الماضي وإيه يا أولاد؟ بين الماضي والحاضر. طبعا زي ما احنا عارفين واتكلمنا في الترم الاول ان المصري القديم في البدايه اصلا كان عايش حياه التنقل والترحال. كان عايش حياه ايه؟ التنقل والترحال. وطبعا لما حل الجفاف معايا فطبعا اضطر ان هو يترك الهضاب. كان عايش فين الاول؟ كان عايش فوق الهضاب، فاضطر ان هو ينزل على وادي النيل. ينزل فين؟ على وادي النيل. فلما نزل على وادي النيل بدأ يستقر. بدأ المصري القديم يستقر في الوادي وبدأ يكون أسرة، وده طبعا ساعد على تماسك المجتمع. بالتحديد نهر النيل زي ما احنا عارفين طبعا بسببه ان هو طبعا جعل المصري القديم ان هو يستقر على جانبي وادي النيل، وبدا ان هو طبعا يعيش حياه الاستقرار وحياه الاعتماد على الزراعه وتربيه الحيوانات. فطبعا بدا يبني طبعا البيت بتاعه من طوب اللبن زي ما احنا اتكلمنا في الترم الاول. فبدا يكون معايا اسره، وطبعا كبرت هذه الاسره لقريه ثم مدينه ثم اقليم، ثم توحدت الاقاليم الى اقليمين، وثم بعد ذلك طبعا هذه الاقاليم طبعا توحدت كدولة واحدة طبعا في سنة 4242. بعد كده تفككت هذه الوحدة. بعد كده رجع تاني الملك مينا، بدأ يوحدها سنة 3200 قبل الميلاد. فطبعا قصة طبعا احنا اتكلمنا عليها طبعا بداية عصر الأسرات طبعا على يد الملك مينا، بداية طبعا الأسرة الأولى والأسرة الثانية. المهم، فطبعا لما نزل المصري القديم على وادي النيل بدأ يستقر ويكون أسرة، والأسرة ديت كبرت طبعا والمجتمع ده كبر فتكون بعد ذلك. فطبعا لما كبر المجتمع أصبح إن هو لابد إن هو يتقسم أو لابد إن هو يتقسم. فبدأنا نقسم المجتمع ده، فقسمناه على 4 طبقات. فطبقات المجتمع المصري القديم بيتكون من 4 طبقات. كم طبقات يا أولاد؟ 4 طبقات. والطبقات دول هوضحها لكم في الرسمة الحلوة الجميلة دي. طبعا قلنا كم؟ 4 طبقات. الطبقة الأولى بتشمل معايا الملك وأسرته. تمثل معايا مين؟ الملك وأسرته. مش سامع؟ الملك وأسرته. طيب تمام. الطبقة الثانية بتشمل معايا حوالي كده 4 أشخاص مهمين. الأولاني طبعا الوزير، بعد كده يجي بعديه كبار الكهنة. كبار مين؟ كبار الكهنة. بعد كده بيجي بعديه حكام الأقاليم. بيجي بعديه مين؟ حكام الأقاليم. وبعد كده قادة الجيش. قادة مين؟ قادة الجيش والكتبة. ومين؟ والكتبة. طيب بالنسبة للطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة طبعا بتشمل معايا صغار الموظفين، وإيه تاني؟ والتجار، وإيه تاني؟ كبار الحرفيين. طيب الطبقة الرابعة بتشمل معايا العاملون بالزراعة والرعي والصيد، وضيف عليهم كمان صغار الحرفيين. صغار مين؟ صغار الحرفيين. دول طبقات المجتمع المصري ال4 اللي احنا ذكرناهم دلوقتي. تحفظوهم لانه بيجوا على هيئه اكمل. ممكن يجيني على صح وغلط، ممكن يجيني على هيئه اختياري، فلازم او اكمل، فلازم ان احنا عارفينهم وحافظينهم طبقه طبقه، وكل طبقه بيمثل لي مين بالظبط. طبعا التنوع ده وان كل طبقه طبعا كان ليها دور مهم. كل طبقه من الطبقات الاربعه دول من الطبقات الاربعه دول كان ليهم دور مهم. طيب ايه اللي ترتب عليه؟ عشان كده يجيني سؤال يقول لي كان لكل طبقه دور مهم في بناء الحضاره المصريه القديمه. ايه اللي ترتب عليه؟ هقول له ترتب عليه او ساعد على ايه؟ على استقرار المجتمع وتقدمه. ادى ذلك الى ايه؟ ساعد ذلك على استقرار المجتمع وايه؟ وتقدمه. طيب تعال نتكلم مع بعض على الحياه الاسريه في مصر القديمه. طبعا احنا عارفين ان الاسره بتاعتنا بتتكون من حاجتين. بتتكون من الام وبتتكون من الاب، او الاب والام. الاب والام دول لما بعد كده مستقبلا بيبداوا يجيبوا ابناء. يبقى هنا الحياه الاسريه في مصر القديمه بتتكون معايا من 3 اشخاص: الام والابناء والاب. طيب هل كل واحد ليه عمل ولا كل واحد يعني زي بعضيه؟ قال لي ايوه، هو كل واحد ليه عمل. فعايزين نعرف ونتعرف مع بعض دور الام، وعايزين نتعرف على دور الابناء، وعايزين نتعرف على دور الاب. اول حاجه مع بعض هنبدا نتكلم على دور الام. دور ايه؟ دور الام. دور الام معايا ان هي رقم واحد انها تقوم برعايه الابناء. الام دي بتقوم بتعمل ايه؟ تقوم برعايه مين؟
برعاية الأبناء. إيه تاني؟ أنها بتشرف معايا على أعمال المنزل. رقم 3 معايا إن الأم ديّة بتعمل خارج المنزل، خارج إيه؟ خارج المنزل في مجالات متعددة، في مجالات إيه؟ في مجالات متعددة زي الزراعة وزي التجارة وزي الطب. تاني يبقى الأم بتقوم برعاية الأبناء وبتشرف على إيه؟ بتشرف على أعمال المنزل، وكمان بتعمل خارج المنزل في مجالات متعددة ومختلفة زي إيه مثلا؟ زي الزراعة وزي التجارة وزي الطب. ده دور الأم. طيب دور الأب بقى، دور الأب إن هو بيرعى أفراد الأسرة. بيرعى إيه؟ أفراد الأسرة. إيه تاني؟ إن هو يعمل من أجل توفير احتياجات مين؟ احتياجات الأسرة. احتياجات مين؟ احتياجات الأسرة. طيب بالنسبة للأبناء، الأبناء دول بيساعدوا أولياء أمورهم، يساعد الأبناء والديهما في العديد من الأعمال. في العديد من إيه؟ من الأعمال. بالنسبة للأبناء سؤال يقول لي بما تفسر يذهب الأبناء إلى بيت الحياة، اللي هي مين؟ اللي هي المدرسة. هم ليه بيذهبوا إلى بيت الحياة؟ سؤال مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات، وممكن يجيني في الامتحان ويقول لي بما تفسر يذهب الأبناء إلى بيت الحياة، يعني المدرسة. يبقى هنا ليه؟ أقول له لتعلم القراءة والكتابة وكمان دراسة العلوم المختلفة. هو بيروح بيت الحياة اللي هي المدرسة عشان يعرف يقرأ ويكتب ويعرف يدرس العلوم إيه؟ المختلفة. فكانت تربية الأبناء وتعليمهم العديد من القيم زي الحب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل. ودايما التعليم ده بيكون من مسؤولية مين؟ من مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. مسؤولية الأب ومسؤولية مين؟ ومسؤولية الأم في تربية مين؟ في تربية أبنائهم. في تربية مين؟ في تربية أبنائهم. تعالوا مع بعض نتعرف ونشوف دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا. دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا. قديما وإيه؟ قديما وحديثا. قديما كانت المرأة تتولى إيه؟ تتولى المناصب العليا. تولت المرأة المناصب العليا في الدولة. فين؟ في الدولة. زي إيه مثلا؟ زي إن هي أصبحت دور ومنصب الملكة، كان لها دور برضه القاضية، لدور كمان الوزيرة، كان لها دايما كذلك الأمر في الكاتبة والكاهنة. يبقى إنه قديما كانت المرأة تتولى المناصب العليا. تتولى المناصب إيه؟ تتولى المناصب العليا زي الملكة والقاضية والوزيرة والكاتبة والكاهنة وغيره غيره من هذه إيه؟ من هذه الوظائف. طيب أيضا إن المرأة قديما كان لها الحق في الميراث. الحق في إيه؟ في الميراث وكمان البيع والشراء. كان لها الحق إنها تورث من أبوها، تمام، وتبيع وتشتري الحاجات اللي ورثتها، أو تبيع وتشتري أي حاجة تخصها كشخصها الخاص. أيضا كان دائما كانت المرأة محل احترام وتقدير من المجتمع. يبقى كانت المرأة محل احترام وإيه؟ وتقدير من مين؟ من المجتمع. ده بالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري قديما. طيب حديثا دورها إيه؟ قال لك إن المرأة ديت كانت لها مكانة كبيرة في مصر في الوقت الحاضر. في الوقت إيه؟ في الوقت الحاضر. طيب إيه تاني؟ كانت تتولى عدد من المناصب. زي إيه مثلا المناصب ديت؟ زي مثلا الوزيرة، زي مثلا القاضية، زي المصرية القديمة زمان، زي المجتمع المصري قديما. برضو في المجتمع الحديث إن المرأة كانت تتولى مناصب زي الوزيرة، زي القاضية. حاليا المرأة تشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب ومجلس إيه؟ الشيوخ. وكذلك الأمر العديد من الأحزاب السياسية. الأحزاب إيه؟ الأحزاب السياسية. يبقى تاني دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا. قديما كانت المرأة تتولى المناصب العليا في الدولة زي الملكة، زي القاضية، زي الوزيرة، زي الكاتبة، زي الكاهنة. فدايما كانت لها هذه المناصب. كان لها الحق في الميراث والبيع والشراء. كان لها الحق في إيه؟ في الميراث والبيع والشراء. أيضا كان لها محل احترام. كان لها محل احترام وتقدير في المجتمع المصري القديم.
حديثا اتكلمنا وقلنا أن كانت المرأة لها مكانة كبيرة في مصر في الوقت الحاضر، لأنها كانت تتولى عدد من المناصب زي إيه مثلا؟ زي كانت تاخد منصب، حاليا تاخد منصب الوزيرة، تاخد منصب القاضية، وكذلك الأمر كانت تشارك أو وما زالت تشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من الأحزاب الأحزاب السياسية. تعال نتكلم مع بعض على مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر القديمة. في مصر القديمة. طبعا بالإضافة إلى اهتمام المصريين القدماء بالعمل، برضو كان ليهم اهتمام بوسائل التسلية والترفيه بجانب الاحتفال في المناسبات والأعياد. عشان كده جيني سؤال يقول لي إيه؟ يقول لي كان المصري القديم أو كانت الحياة الاجتماعية في مصر القديمة تحتوي على العديد من وسائل التسلية والترفيه بجانب الاحتفال في المناسبات والأعياد. يبقى أنا هنتكلم مع بعض على وسائل التسلية والترفيه عند المصري القديم أو في الحياة الاجتماعية في مصر القديمة. وبرضك كانوا بيحتفلوا بالعديد من الاحتفالات بالمناسبات والأعياد. المناسبات والأعياد. طب إيه هي وسائل التسلية وإيه هي الاحتفالات اللي كانوا بيحتفلوا بيها؟ بالنسبة لوسائل التسلية، كانوا بيستخدموا فيها أو كانوا بيستخدموا الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، على الآلات الموسيقية. كذلك الأمر كانوا بيمارسوا الألعاب الرياضية. الألعاب الرياضية زي إيه مثلا؟ زي السباحة، زي التحطيب، زي إيه تاني؟ زي المصارعة، زي إيه تاني؟ زي ألعاب التفكير، زي ألعاب التفكير، زي لعبة مين مثلا؟ زي لعبة السنت اللي هي حاليا بتشبه مين؟ بتشبه الشطرنج حاليا. تشبه الشطرنج حاليا. طيب بالنسبة للاحتفال بالمناسبات والأعياد، كانوا بيحتفلوا في عيدين. كان بيحتفلوا كل سنة بعيد ميلاد الملك وتوليه العرش. وتوليه العرش. ايه تاني؟ كانوا بيحتفلوا بأعياد الفيضان والحصاد وشم النسيم اللي ما زلنا نحتفل به حتى الآن. تعالوا مع بعض نتكلم على الملابس في مصر القديمة. هي الملابس بتاعتهم كانت عاملة ازاي؟ عشان كده يجيني سؤال يقول لي دلل. يجيني سؤال يقول لي ايه؟ اختلفت الملابس في مصر القديمة باختلاف مين؟ باختلاف طبقات المجتمع. سؤال يقول لي دلل. اختلفت الملابس في مصر القديمة باختلاف طبقات المجتمع. باختلاف طبقات مين؟ باختلاف طبقات المجتمع. اقول له ايوه. اقول لي ازاي؟ اقول لك انه عامة الشعب كان ليهم لبس، وانه الملك والاغنياء كان ليهم لبس. عامة الشعب كانوا بيلبسون ملابس تصنع من من الكتان. كانوا يلبسون ملابس تصنع من تصنع من الكتان. طب الأغنياء كانوا يلبسون ملابس تصنع من من الكتان، ولكن عالي الجودة. كتان أيوة، ولكن عالي عالي الجودة. وبرضه كانوا بيلبسوا الحرير، اللي هو الاتنين دول كانت تطرز معايا بالذهب والفضة وكمان الأحجار الكريمة. يبقى تاني إن المجتمع المصري اختلفت الملابس بتاعتهم باختلاف طبقات المجتمع، لأنه عامة الشعب كانوا يلبسون ملابس تصنع من الكتان، والملك والأغنياء كانوا يلبسون ملابس تصنع من الكتان عالي الجودة أو الحرير. والاتنين دول كانت تطرز الملابس بتاعتهم ديت بالذهب والفضة والأحجار والأحجار الكريمة. أيضا إن هما كانوا يستخدموا أدوات الزينة. استخدام أدوات الزينة. أدوات الزينة زي إيه مثلا؟ زي الأساور، زي مثلا القلائد اللي هي العقد يعني. برضو كانوا بيستخدموا معايا العطور. وكذلك الأمر الشعر الشعر المستعار. كذلك الأمر الشعر المستعار. يبقى تاني كان المصري القديم يستخدم أدوات الزينة زي الأساور، زي القلائد، زي العطور، وزي كمان الشعر المستعار. وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الرابع اللي بيتكلم معايا عن الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر. تعالى مع بعض ناخد كده سؤالين عايزكم تحلهم لي وتجاوبوا لي عليهم في التعليقات. السؤال الأول بيقول لي من يكون فرد من أفراد الأسرة المصرية القديمة يقوم برعاية الأبناء؟ هو مين ده؟ من يكون؟ عايزك تجاوب لي عليها. سؤال تاني بيقول لي يقومون بمساعدة والديهما في العديد
من الأعمال؟ مين هم؟ عايزك تجاوب لي عليهم، وبكده يكون خلصنا مع بعض الدرس الرابع. شكرا على المتابعة. أتمنى تكون استفدتوا من درس النهاردة، ولكن أتمنى أيضا أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة والتفاعل وتفعيل زر الجرس عشان تتابعوا معنا الحصص اللي جاية أول بأول. شكرا، بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.